السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكون كده سنة سعيدة عليكم ان شاء الله. احنا المفروض كده ان احنا النهارده هنبدأ نظبط الدنيا كده تمام بكورس بيولوجي سريع ولذيذ كده. طيب الكورس ده هيبقى مناسب لمين وازاي وفين؟ طيب هو احنا عامة الكورس ان شاء الله هيبقى على حلقتين كده تمام، يعني المفروض هينزل لك واحدة في اقرب وقت، يعني النهارده اخلصها بإذن الله تمام، والتانية هتنزل لك بعدها على طول بيومين بالكتير قوي ان شاء الله. اتفقنا؟ انا هيسر لك كل حاجه على قد ما اقدر ان شاء الله. وطبعا انا مش بقول لك ان انت توقف اجازتك ولا اي حاجه، استمتع باجازتك وخلي دنيتك جميله وبص عيش حياتك، بس ايه، ما تنساش ان انت محتاج ان انت تفضل معود نفسك على نمط مذاكره معين، لان انت لو فضلت متكاسل لفتره طويله كده صدقني هتعاني وجدا كمان. فما تسيبش نفسك تترمي للاخر كده وتعتمد على ان احنا لسه السنه في البدايه والكلام ده، لا. مش على قدك وعلى اقل بمهلك والدنيا جميله، بس المهم ان انت يبقى في بروجرس، حتى لو انت كل يوم هتزيد اقل من 1%، بس المهم ان انت بتزيد. ما تخليش يوم يعدي منك كده وانت ثابت. فانا طيب احنا المفروض ان احنا النهارده هديك اساسيات بيولوجي، بمعنى الاساسيات دي هتساعدك ايا كانت المرحله بتاعتك. يعني هو الكورس ده ينفع من اول اولى اعدادي لغايه ثالثه ثانوي، اتفقنا؟ يعني لو في معلومه كبيره قوي شويه على بتوع اعدادي وكده، انا هقول لهم يعملوا سكيب ليها، يعني انا هقوم قايل يا شباب المعلومه دي مش هتناسبك دلوقتي، سيبها لبعدين. تمام. لكن بتوع ثالثه ثانوي ما تفوتش دول. فانا هحاول هديك الاساسيات على قد ما اقدر. الحاجات اللي هي فاتتك بقى، يعني انت بني ادم محروم من البيولوجي بقالك سنتين. فانا هديك كل المعلومات اللي انت هتاخدها وانت طالع ثالثه ثانوي، ومش هتقدر تتخلى عنها للأسف. اتفقنا؟ مش معايا واحده واحده بقى كده، كوبايه شاي الجميله وصحصح مخك وصلي على النبي ويلا نبدا. طيب دلوقتي لو انا طالب ثالثه ثانوي، احنا للاسف بقى بتوع اعدادي وده ثانوي ما تزعلوش مني، بس هم دول الاساس بصراحه ليهم الكورس يعني. طيب انا دلوقتي ثالثه ثانوي، انا اول لما ابدا السنه المفروض ايه اللي هيقابلني وايه اللي انا اشوفه في السنه الطويله العريضه دي. عامه هو الموضوع لذيذ والله، المفروض ان هي سنه زي أي سنه عادي، تقبلها وخلي روحك كده طويله والدنيا تبقى جميله معاك وما تتوترش. سيبك من كلام خالته ومش عارف مين وابن خالة ست مرات عم مين اللي جاب 99% وسافر المريخ ورجع، مش عارف كل الناس دي. خليك في نفسك. واهم من كل حاجه والله، اهم من كل اللي احنا قلناه ده نقطه واحده بس، ما تقارنش نفسك باي حد. ظروفك غير ظروف صاحبك غير اي حاجه، بس المهم خليك بني ادم، اتفقنا؟ ويكون في عون الناس، بمعنى اللي انت تقدر تساعده ساعده، ما قدرتش تساعد ارجع تاني قوقعتك وخليك في حالك، ما تقارنش نفسك بحد، ما تبصش لحد، مالكش دعوه باي حد. ودي اهم نقطه، ويعني بس كده. وزي ما قلت لك ما تقارنش نفسك بحد، انت قيمتك اعلى من كده. طيب انا بقى خلاص، انا قررت دخلت علمي ان شاء الله. تمام. خلاص انا دلوقتي هاخد بيولوجي. ايه اللي المفروض ان انا هاخده؟ انت عندك كذا شابتر، يعني اول شابتر ده بيتكلم عن السبورت وازاي الجسم الكائنات الحيه بتقدر يعمل موفمنت وكده. تاني شابتر بيتكلم عن الهرمونز، ازاي الهرمونات، وده احنا قابلناه قبل كده في ثالثه اعدادي اصلا، انا مش هتفتكر ولا لا. اتفقنا؟ بس بموضوع ايه، مفصل شويه. اتفقنا؟ عندك شابتر 3 بيتكلم عن حاجه اسمها ريبرودكشن، بيلم لك بقى كل اجزاء الريبرودكشن اللي انت قابلتها في اعدادي مع اضافات كتيره شويه. اتفقنا؟ بس طبعا من غير الاساسيات دي هتحس الدنيا واقعه شويه. عندك شابتر 4 بيتكلم عن حاجه اسمها اميونيتي، والجزء ده ما عداش عليك في حياتك قبل كده اصلا. اتفقنا؟ طيب اميونيتي طبعا بمعنى المناعه، وايه هي الاجهزه المناعيه اللي موجوده في جسمنا، وايه السيلز اللي بتساعد على كده، وحبه حوارات كتير كده مالكش دعوه بيها دلوقتي. طيب اخر شابتر وده الختام بتاع السنه ان شاء الله، وده البعبع بتاع السمك. هو مش صعب، بس هو الكمية بتاعته كبيرة شوية، بس هو لذيذ، هو بجد تحفة. حاجة اسمها الجيناتيك ماتيريال أو الدي إن إيه والار ان اي اللي هو نيوكليك اسيد بمعنى اصح يعني. فانا الشابتر ده لذيذ وبيجي عليه حاجات كتير قوي، يعني هو غالبا نص الامتحان لوحده، ان هو اهم شابتر في المنهج كله. اتفقنا؟ وطبعا عندك جزء بقى في البيولوجي هم لزقوا فيه كده، بس هو ماليش علاقه بيه يعني. تمام. هو الجزء بتاع الجيولوجيا. الجيولوجيا هم 3 شباتر على ما أظن. اتفقنا بيدرسوا علم الأرض والعلوم البيئية وكده، بس هم سهلين يعني، ما تاخدش في بالك، يعني حاجات لذيذة. أنا عارف إن أنت عندها، أنت راجل خارق أصلا. فأنا طيب أنا المفروض طبعا أنت هتخلص الفيديو وتقول لي طب أنا دلوقتي سمعت الشرح هذاكر منين؟ تفوتني والله العظيم حبيبي، ولا يبقى أنت ما تعرفنيش لسه. أنا لسه أعرفك بنفسي صح؟ لسه أعرفك بنفسي، أنا خدتك في دوكا وقعدت حكيت لك حاجات كتير كده. أنا أخوك محمد نبيل، اتفقنا؟ واحنا شباب زي بعضينا بقى، فاهم؟ فكك من جو اوعى تقول لي يا محمد نبيل انا هقتلك.
بس احنا بينا وبين بعضينا كده، اتفقنا؟ احنا ان شاء الله هنحاول نظبط الدنيا سوا كده، وانا معاك ان شاء الله في القصه الطويله دي عشان اسيب لك اثر. بس هو ده كل غايتي من الموضوع، وتفتكرني في يوم من الايام وتقول ايه؟ ربنا يصلح حالي. بس كده. بص يا سيدي، انا طبعا علشان اظبط لك الدنيا شويه، تمام، عملت لك دي، اتفقنا؟ دي هتظبط، يعني هتظبط لك الدنيا كتير قوي 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 قوي. طبعا هي عناوين شويه، فانا مفيش تفاصيل قوي، بس هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، بحيث ان انت بس لما تيجي تشرح لك الجزئيه دي في يوم من الايام في ثالثه او في يوم من الايام في المدرسه ايا كان بقى سنك، اتفقنا؟ يبقى انت خدت بس المعلومه قبل كده، اتفقنا؟ ان شاء الله تقدر تبعت لي على الواتساب، هبعتها لك، وكمان هتلاقيها في البايو بتاع الفيديو، اتفقنا؟ وان شاء الله خير يعني، لا تقلق. بص لذيذه وتحفه وزي العسل اهي، تمام؟ فلا تقلق يعني، هنزلها لك وان شاء الله انت قد الدنيا. عامة احنا مش هنحتاجها، فانا يعني انا هشرح على وايت بورد، فانت ممكن تكتب معايا وان شاء الله خير. وزي ما قلت لك يعني انا واثق فيك، انت قدها. طيب بص يا سيدي، احنا دلوقتي زي ما قلت لك احنا هنتكلم عن البيولوجي. البيولوجي ده علم بيدرس كل الكائنات الحيه. مين هم الكائنات الحيه؟ انا وانت وحبه حاجات كتير قوي عايشه معانا على الكوكب. زي مين بقى؟ بص يا سيدي، احنا لما بنيجي نقسم الكائنات الحيه بتاعتنا بنقسمها جزئين: جزء بريميتيف، يعني ايه بريميتيف؟ جزء احنا بنقول عليه بدائي، وجزء تاني احنا بنقول عليه هاير اورجانيزمز، بمعنى كائنات عليا، اتفقنا؟ طيب يعني ايه كائن يعني من الكائنات العليا؟ يعني كائن راقي، ده بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكائن ده تطوير الجسم بتاعه معقد شويه، زينا احنا كده. احنا جسمنا بيتكون من حبه حاجات كتير قوي. زي ايه بقى؟ يعني انا لو جيت قلت لك دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها الهيومن بادي، اتفقنا؟ ادي جسم الانسان. انا عايز اعرف جسم الانسان ده بقى بيتكون من ايه. قال لك والله ده جسم الانسان بيتكون من حبه سيستمز. يعني ايه سيستمز؟ سيستمز طبعا بمعنى اجهزه. زي ايه مثلا؟ عندك مثلا الريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي، والدايجستيف سيستم، وعندك كمان النيرفس سيستم، اتفقنا؟ وحبه حاجات كتير قوي. طب ايه اللي انا ممكن يقابلني وانا في ثالثه ثانوي؟ هتقابل حاجه اسمها الماسكولوسكيليتال سيستم، هتقابل حاجه اسمها الاميون سيستم، والاندوكراين سيستم، اتفقنا؟ فحاجات لذيذه يعني، ما تقلقش، مش بخوفك والله، بس هي حاجات لذيذه، هي بس اساميها مجعلصه حبه، بس والله هي سهله جدا. طيب انا لو جيت بصيت كده هلاقي ان السيستمز دي بتتكون من ايه؟ هلاقي ان كل حبه سيستمز بتتكون من حاجه اسمها اورجنز. يعني ايه اورجنز؟ اورجنز دي اللي احنا بنقول عليها اعضاء. طب انا لما اجي اسالك كده بقى، هو السيستم ده بيتكون من سيميلار اورجنز ولا ديفرنت اورجنز؟ بالمنطق، انا دلوقتي مثلا جيت قلت لك الدايجستيف سيستم، في اعضاء متماثله ولا اعضاء مختلفه؟ بالمنطق، انت عندك كم معده؟ واحد. عندك مثلا لو جيت بصيت عندك كم بنكرياس؟ واحد. هل الاثنين دول بقى شبه بعض؟ طبعا ده مختلف وده مختلف، الاثنين مالهمش علاقه ببعض اصلا. فانا لو جيت بصيت هلاقي ان السيستم بيتكون من حبه different organs، بمعنى حبه اعضاء مختلفه عن بعض، اتفقنا؟ طيب انا لو جيت بصيت على الاورجنز اكتر، هلاقي ان الاورجنز دي بتتكون من ايه؟ قال لك والله هتلاقي ان الاورجنز دي بتتكون من حاجه اسمها تيشو. طيب يعني ايه تيشوز؟ التيشوز دي اللي احنا بنقول عليها الانسجه. طب انا عايز اعرف، اسال نفسي السؤال كده: هل انا في يوم من الايام اتعرفت لحاجه اسمها تيشو؟ قاعد افكر كده، انا شفت النسيج فين في حياتي قبل كده؟ قال لك والله يعني انت اكيد كلت لحمه في يوم، شفت كده النساير اللي موجوده في اللحمه دي؟ الخيط الواحد من ده احنا بنقول عليه تيشو، ده نسيج واحد، اتفقنا؟ طب انا عايز اعرف بقى التيشوز دي بتتكون من حبه ايه؟ بتتكون من حبه سيلز، وهو ده اللي انا كنت عايز اوصل له من الاول اصلا. ايه معنى كلمه سيل؟ سيل طبعا دي خليه، واحنا بنقول عليها طبعا كده في الشرح بتاعها ان دي البيلدينج يونت. يعني ايه البيلدينج يونت؟ دي وحدة البناء، بمعنى ده أصغر جزء إحنا بنقول عليه إن الإنسان بيتكون منه، اتفقنا؟ طيب سيبك بقى من الإنسان، النباتات بتتكون من حاجات صغيرة اسمها إيه؟ سيلز. الحيوانات بتتكون من حاجات صغيرة اسمها إيه؟ سبحان الله برضه سيلز، اتفقنا؟ فأنا زي ما قلت لك أنا بقى ممكن أشيل كده علشان تبقى أصح شوية، نشيل كلمة هيومن دي، اتفقنا؟ ونكتب بدلها إيه؟ استنى يا ولد، ونكتب بدلها أي ليفينج أورجانيزم. طيب
اي ليفنج اورجانيزم وخلاص، يعني اي كائن حي وخلاص بيتكون من الحاجات دي كلها. قال لك والله لا، مش احنا اتفقنا ان الكائنات الحيه ممكن تبقى بريميتيف وممكن تبقى هاير، يعني ممكن تبقى كائنات لسه بدائيه وفي كائنات متطوره. طيب قلت لك بقى انا عشان اقدر اقول على الكائن ان هو متطور لازم يكون عنده لوكشه الحاجات دي، تمام؟ فانا طبعا هاجي جنب كلمه ليفنج اورجانيزمز هنا واقوم كاتب جنبها ايه؟ هاير. يعني ايه هاير؟ كائن من الكائنات العليا، اتفقنا؟ طيب نبدأ بقى في السيل، وهنا يبدأ بقى التشويق والمعلومات الجديدة بالنسبة لنا. طبعا احنا اتفقنا السيل دي يعني ايه؟ بمعنى خلية. أنا لو جيت بصيت على الخلية كده هلاقي إن في نوعين من السيلز، تمام؟ نوع احنا بنسميه بروكاريوتيك سيل، ونوع تاني احنا بنسميه يوكاريوتيك. اتفقنا؟ يبقى أنا كده لو جيت بصيت على السيلز بتاعتنا هلاقي في منها نوعين، ايه هما؟ بروكاريوت وايه تاني؟ ويوكاريوت. يعني الكلام ده. طيب بص يا سيدي بقى، احنا دايما بنقول ان السيل بتاعتنا شكلها عامله كده، عباره عن كوره كده، صح؟ بتلاقي ان في نقطه سوداء في النص كده، النقطه السوداء دي اللي احنا كنا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها نيوكليس، اتفقنا؟ طيب انا دلوقتي لما اجي اقارن ما بين البروكاريوت واليوكاريوت، انا عايز اقارنهم من ناحيه ايه؟ من ناحيه الجزء اللي احنا لسه قايلين عليه، النقطه السوداء اللي هناك دي، يعني مش سوداء، يعني أنا مش عارف انا قلت احمر ليه، بس هنا بتكلم على الجزء اللي هو اسمه ايه؟ النيوكليس، اتفقنا؟ فانا لو جيت بصيت على البروكاريوت مش هلاقي للاسف عندهم نيوكليس، اتفقنا؟ لكن لو جيت بصيت على اي يوكاريوت هلاقي ان هو عنده نيوكليس. يبقى انا كده لما اجي اسالك انا عايز اقارن ما بين البروكاريوتس واليوكاريوتس، هتقول لي هنقارن بناء على ايه؟ بناء على النيوكليس اللي هناك دي. طيب البروكاريوت عنده نيوكليس؟ هتقول لي والله لا. طب اليوكاريوت عنده نيوكليس؟ هتقول لي والله ده عنده نيوكليس، صح صح. طب هل بس كده؟ قال لك لا، قال لك والله ده انا عندي البروكاريوت، قال لك يوجوالي، تمام، معظم الوقت او الاغلب يعني بنقول على الكائنات دي ان هي ايه؟ يوني سيلولر. ودي تالت كلمه جديده معانا، يعني ايه يوني سيلولر؟ يوني سيلولر بمعنى ان الكائن ده consists of ايه؟ of one cell only، جسمه كله عباره عن خليه واحده. فهمت بقى انا بقول عليه ليه بريمتيف؟ بقول عليه كائن بدايه علشان جسمه كله عباره عن ايه؟ عباره عن سيل واحده، اتفقنا؟ لكن انا لو جيت بصيت بقى على اليوكاريوتس هلاقي ان هم يا اما مالتي سيلولر، قال لك وممكن تلاقي حبه منهم يوني سيلولر، اتفقنا؟ طيب احنا قلنا معنى كلمه يوني سيلولر يعني كائن عنده سيل واحد، لكن معنى كلمه مالتي سيلولر ان الكائن ده عنده ايه؟ عنده ميني سيلز، عنده خلايا كتير جدا، اتفقنا؟ طيب ايه كمان؟ يعني انا دلوقتي لو جيت بصيت بقى، طب انا عايز امثله، عايز امثله علشان بالي يرتاح كده شويه وافهم يعني ايه بروكاريوت ويوكاريوت. قال لك والله البروكاريوتس دول زي كائن بسيط كده احنا عارفينه جدا جدا، يعني اسمه ايه؟ اسمه بكتيريا. البكتيريا احنا بنقول عليه ان هي كائن، اتفقنا، ما عندوش غير سل واحده، اتفقنا، والسل دي كمان يعني ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش نيوكليس، اتفقنا. طب اليوكاريوتس بقى زي مين؟ الحته دي مهمه. اليوكاريوتس احنا هنقسمه يعني اربع امثله كده. مثال انت اول مره تسمع عنه احنا بنقول عليه بروتوزوا، اتفقنا. وحاجات تانية بقى زي مين؟ زي الهيومن والبلانتس، وايه تاني؟ والانيمالز. جميل. طيب مين هم البروتوزوا؟ قال لك والله البروتوزوا دي عيله كائنات زيها زي النباتات. يعني دلوقتي لما اجي اقول مثلا احنا عندنا حيوانات كتير، هل الحيوانات دول كائن؟ هتقول لي والله لا طبعا، ده الحيوانات ده ممكن مثلا يكون بقر وحمير وحصينه وحاجات كتير قوي. البروتوزوا نفس الكلام، البروتوزوا دي عيله كائنات كبيره. مين هم بقى البروتوزوا؟ قال لك والله دول ثلاث كائنات، كان اسمهم ايه؟ نمشي واحده واحده كده. اول واحد اسمه اميبا، تاني واحد اسمه يوجلينا، تالت واحد اسمه باراميسيوم، اتفقنا؟ يبقى انا كده لو بصيت
انا عندي اليوكاريوتس زي مين؟ هتقول لي والله 4 عائلات، عندك بروتوزوا والهيومن والبلانتس وايه تاني؟ والانيمالز. اتفقنا؟ طب البروتوزوا ده كائن واحد ولا عيله كبيره؟ قلت لك عيله. مين الامثله اللي عندنا؟ الاميبا واليوجلينا والباراميسيا. نقطه بقى تبقى فاهمها عن الاميبا واليوجلينا والباراميسيا. انا لو جيت عملت دوريه حوالين الثلاثه دول كده وعايز اكتب التصنيف بتاعهم، هم يوني سيلولر ولا مالتي سيلولر؟ هتقول لي والله الثلاثه دول يوني سيلولر. دي اول معلومه. تاني معلومه بقى ان هم يوكاريوت. يعني ايه يوكاريوت؟ اتفقنا عندهم نيوكليس ولا ما عندهمش؟ طبعا عندهم نيوكليس. يبقى انا كده لما اجي اقول لك كلاسيفاي، عرف لي مين هي الاميبا، هتقول لي والله الاميبا دي كائن يونيسيلولر يوكاريوت، يعني كائن عنده خليه واحده والخليه دي كمان عندها ايه؟ عندها نيوكليس. اتفقنا؟ طب انا لو جيت قلت لك عرف لي الانيمالز مثلا الحيوانات، هتقول لي الحيوانات دي يوني سيلولر ولا مالتي سيلولر؟ يعني عندها سيل واحده ولا سيلز كتير؟ هتقول لي والله الانيمالز دول كائنات كبيره واكيد عندهم سيلز كتير. اتفقنا؟ فانا اقول عليهم ان هم ايه؟ مالتي سيلولر. جميل. طيب انا قلت عليه مالتي سيلولر، هو بروكاريوت ولا يوكاريوت؟ هتقول لي والله لا، دول عندهم سيلز كتير ويا مستر كمان دول عندهم ايه؟ عندهم نيوكليس، فعشان كده احنا بنقول عليهم يوكاريوتس. اتفقنا؟ وكمان مالتي سيلولر. جميل. ده صعب لغايه دلوقتي؟ ان شاء الله تكون الدنيا بسيطه وسهله كده. طيب انا لو جيت سالتك بقى، طب هو النيوكليس دي اصلا كان جواها ايه؟ هتعرف كمان شويه وهنرجع تاني للبورد دي، يعني مهمه هتعرف دلوقتي ايه اهميتها. طب انا والله يا مستر انت قعدت تقول لي نيوكليس ومش نيوكليس وحبه حاجات غريبه كده، انا اصلا عايز افهم يعني ايه نيوكليس. استنى بس اخد بق كده، فاهم؟ رينشف. رجعت لك. انا لو احنا بقى طبعا اهل، يعني مش هضطر بقى اروح اوقف الكاميرا وارجع اخد بق واروح اشغل، احنا اهل بقى استحملني معلش. تعالى كده نجرب نرسم السل مع نفسنا كده. انا لو جيت بصيت ادي سل جميله اهي. اتفقنا؟ هلاقي في نقطه كده في النص. ماشي. طب استنى خليها بلانت سيل عشان يبقى معلش بقى استحمل. انا برسمها لك عشان نعرف نكتب البيانات. حقك عليا. تمام. ايه تاني؟ والله تحفه فنيه، تسلم ايدي والله. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يحفظني والله. طيب صلى على النبي. بص يا عم، دي عندي سل. اتفقنا؟ انا مش هقول لك التصنيفات طبعا، بص بس هو عامه اي سل مربعه كده ده بلانت سيل. طب الانيمال سيل اللي هي بقى موجوده في الهيومن والانيمالز بتبقى شكلها عامل كده. اتفقنا؟ مدوره شويه. تمام. بس في حاجات ناقصه يعني، بس انا قلت هنشرح على البلانت سيل علشان هي فيها كل حاجه. اتفقنا؟ واحده واحده بقى، صلى على النبي. طيب بص يا سيدي، تعالى نبدا كده. تعالى نبدا من بره لجوه. اتفقنا؟ طيب. طيب بص يا سيدي بقى، فانا زي ما قلت لك احنا عندنا ده شكل البلانت سيل. جميل. جميل. واحده واحده بقى. تعالى نبدا من بره لجوه. انا لو جيت بصيت على اول خط من بره ده، دي حاجه اسمها سيل وول. اتفقنا؟ طيب قبل ما اقول لك يعني ايه سيل وول، تعالى بس نفتكر هي موجوده فين. السيل وول دي بين قوسين كده موجوده في البلانت سيل بس. اتفقنا؟ وموجوده كمان عند البكتيريا. اتفقنا؟ يبقى انا دلوقتي لما اجي اسالك مين اللي عنده سيل وول، هتقول لي والله يا اما البلانتس يا اما مين؟ يا اما البكتيريا. اتفقنا؟ طب السيل وول دي يعني اهو، علشان لو انت بس انا مضايقك وانا بكتب، السيل وول دي وظيفتها ايه او هي بتعمل ايه اصلا؟ قال لك والله السيل وول دي، طبعا احنا لو جينا بصينا على البلانتس كائنات بتحتاج تشرب ميه بكميات كبيره. اتفقنا؟ ليه؟ هتعرف ان شاء الله في ثالثه ثانوي، عشان تعمل حاجه اسمها فيسيولوجيكال سبورت، تفضل محافظه على جسمها مستقيم كده. حتى انت لو جيت بصيت كده، لو قعدت كام يوم ما تشربش النبات هتلاقي ان هو عامل ازاي؟ بدأ يدبل ويقع عليه تحت كده.
اول لما يشرب ميه تاني تلاقي جسمه شد ووقف ورجع صحي تاني كده. تمام. طيب النبات دلوقتي شرب ميه بكميات كبيره، ايه اللي ممكن يحصل؟ السيل بتاعته ممكن تفرقع. فربنا خلق له جزء كده فيه اسمه سيل وول. السيل وول ده وظيفته ايه بقى؟ قال لك والله ده بين قوسين كده، السيل وول ده وظيفته ان هو اول حاجه يعمل ايه؟ يعمل keep the structure of cell. اول حاجه بيحافظ على الشكل بتاع الايه؟ الخليه. اتفقنا؟ طيب تاني حاجه قال لك والله تاني حاجه ان هو بيخلي السيل ريجيد. يعني ايه ريجيد؟ بيخليها قويه وصلبه علشان ما تفرقعش بسبب كميات الايه؟ الميه. اتفقنا؟ طيب انا لو جيت بصيت الخط اللي بعده، الخط اللي بعده ده احنا بنقول عليه سيل ممبرين. طيب ايه هو السيل ممبرين؟ والله السيل ممبرين ده احنا بنقول عليه ان ده البواب. يعني ايه بواب؟ بيتحكم في مين يدخل ومين ايه ومين يخرج. فهو عنده خاصيه كده احنا بنقول عليها سيمي بيرميابيليتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه سيمي بيرميابيليتي؟ سيمي بيرميابيليتي دي احنا بنقول عليها ان هي شبه نفاذيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيدخل حاجات وحاجات تانية لا. طب مين حاجته المفضله اللي هو بيدخل وبيخرج بناء عليها؟ حاجه كده احنا بنسميها الووتر. تمام. هو بيعشق الميه، هو اللي بيتحكم في دخول وخروج مين؟ الميه. الميه ما بتدخلش ولا بتخرج الا باذنه. طيب هو ليه بيدخل ميه وبيخرج ميه؟ خليك ذكي. انا دلوقتي لو جيت قلت لك ميه داخله جوه السل، الميه دي وهي داخله مش تبقى داخله لوحدها، ده هتبقى داخله ومعاها ايه؟ هتبقى معاها حاجه اسمها نيوترينز. يعني ايه نيوترينز؟ معاها مغذيات. طب الميه وهي خارجه من السل هتبقى خارجه لوحدها؟ قال لك لا، ده هتخرج ووتر ومعاها حبه كمان ايه؟ ومعاها كمان حاجه اسمها ويستز. جميل. يبقى انا كده فهمت مين اللي بيدخل نيوترينز للسيل، حاجه اسمها السيل ممبرين. طب مين اللي بيطلع الويستس بره؟ برضه السيل ممبرين. اتفقنا؟ تعالى نقفل القوس. طيب عندك بعد كده انا لو جيت بصيت هلاقي ان في نقط صغيره كده. بص همديك عليها دوريه حمراء. النقطه الصغيره دي حاجه اسمها رايبوزوم. طيب الرايبوزوم انا لو جيت بصيت هلاقي ان هي في منها كتير قوي جوه السيل كده. اتفقنا؟ طيب الرايبوزوم ده وظيفته ايه؟ قال لك والله بين قوسين كده ده البروتين فاكتوري. بمعنى ده مصنع البروتين جوه السيل، ده المكان اللي السيل بتقدر تصنع فيها البروتين. اتفقنا؟ يبقى لما اجي اسالك مين اللي بيصنع لي البروتين هتقول لي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها رايبوزوم. طيب جميل. انا لو جيت بصيت بعد كده هلاقي ان في حاجات، بص الشرطه بتاعتها صحيحه كده، وغالبا هلاقي ان لونها لونه ايه؟ استنى كده، غالبا كده هلاقي ان هو لونها اخضر. بص شكلها عامل كده. طيب انا لو جيت بصيت على الحاجه اللي لونها اخضر دي، ده مين؟ دي حاجه اسمها كلوروبلاست. اتفقنا؟ طيب مين هو الكلوروبلاست؟ والله الكلوروبلاست ده جزء جوه البلانت سيل بس. يعني انا بين قوسين كده هقوم قايل ان ده موجود جوه البلانتس، ده موجود عند النباتات بس. اتفقنا؟ طيب وظيفته ايه؟ قال لك والله الكلوروبلاست ده وظيفته ان هو بيساعد النبات ان هو يعمل حاجه اسمها فوتوسينثيس بروسيس. طيب ايه هي الفوتوسينثيس بروسيس؟ كنا بنقول على الفوتوسينثيس بروسيس دي ان دي عمليه البناء الضوئي. والله يا مستر انا مش فاكرها، تعالى افكرها لك بسرعه. صلى على النبي. بص يا سيدي انا دلوقتي عندي ادي البلانت اهو. اتفقنا؟ طيب البلانت علشان يقدر يعيش بيقدر يعمل حاجه اسمها فوتوسينثيس بروسيس، عمليه البناء الضوئي. اتفقنا؟ طيب انا لو جيت فكرت كده، طب هو ليه بيعمل العمليه دي؟ هل النبات بيقدر ياكل لوحده؟ لا. قال لك والله النباتات دي احنا بنسميهم بروديوسرز، بمعنى كائنات منتجه بتقدر تنتج اكلها بنفسها. بمعنى ما بتحتاجش ان هي تاكل كائن تاني او حد ياكل، هي بتصنع اكلها جوه نفسها عن طريق عمليه اسمها ايه؟ جدع، اسمها فوتوسينثيس بروسيس. امشي معايا واحده واحده بقى. طيب هو دلوقتي عشان يقدر يعمل فوتوسينثيس بروسيس محتاج حبه حاجات. تمام. استنى بس نرسم الصناعيه الجميله بتاعتنا هنا كده عشان نعرف ايه نشرح براحتنا. صلى على النبي. لا تاني عندي الفوتوسينثيس دي بتحصل فين؟ بتحصل في جزء اسمه بلانت ليفز.
بيحصل في الورق بتاع النباتات بس. اتفقنا؟ ولا بيحصل في ستيم، ولا بيحصل في روت، ولا بيحصل في اي حاجه تانية. هو بيحصل فين؟ بيحصل جوه الليفز بس. اتفقنا؟ طيب ازاي؟ انا لو جيت بصيت كده هلاقي ان انا عندي الصن بتنزل حاجه اسمها سان لايت، اللي هو ضوء مين؟ ضوء الشمس. اول لما ضوء الشمس ينزل على الليفز، مين اللي بياخد الضوء بتاع الشمس ده؟ قال لك والله حاجه اسمها كلوروفيل، ده جزء كده اللي هو الماده الخضراء اللي موجوده جوه الكلوروبلاست. اتفقنا؟ طيب يعني انا كده عرفت المعلومه ان الكلوروبلاست ده جواه صبغه اسمها ايه؟ جواها كلوروفيل. اتفقنا؟ طيب الكلوروفيل ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيدي للنبات اللون الجرين، اللون الايه؟ الاخضر. اتفقنا؟ طيب تعالى نكمل. دلوقتي خلاص زي ما قلت لك، ده انا عندي هنا الكلوروفيل خدت الايه؟ النور بتاع الشمس. اتفقنا؟ طيب بعد كده بقى هتعمل بيه ايه؟ قال لك والله يبدا النبات يسحب من تحت من عند جزء كده اسمه الروتس. الروتس وظيفتها ايه؟ طبعا هي موجوده تحت الارض، فهي بتسحب جزئين، بتسحب ووتر، وبتسحب كمان حاجه اسمها نيوترينز، مغذيات. طب انا مش عجباني كلمه نيوترينز دي، مستصعبه. بين قوسين كده بتاخد حاجه اسمها مينرالز، اللي هي المعادن. اتفقنا؟ طيب خلاص الدنيا جميله والدنيا تحفه وزي الفل. قال لك والله هتلاقي كمان جوه الليفز كده في نقط صغيره. النقط دي احنا بنسميها ايه؟ قال لك والله النقط دي اسمها ستوماتا. طيب الاستوماتا دي ايه وظيفتها؟ قال لك الاستوماتا دي وظيفتها ان هي تسحب لنا من الجو حاجه اسمها كربون دايوكسيد جاز. تهت مني؟ تعالى نمشيها واحده واحده. يبقى انا زي ما قلت لك كده، احنا قلنا كذا جزء في النباتات. يعني انا جيت قلت لك دلوقتي انا عندي الروت، وعندي الكلوروفيل، ماشي، وعندي كمان حاجه اسمها ستوماتا. كل واحده من دول هتسحب لنا حاجه. يعني انا دلوقتي جيت سالتك الروت هيسحب ايه؟ هتقول لي والله الروت ده شاطر بيسحب لنا ووتر. الكلوروفيل بيجيب لنا مين؟ بيجيب لنا السان لايت. الاستوماتا وظيفتها تجيب لنا مين؟ تجيب لنا كربون دايوكسيد جاز. اتفقنا؟ طيب هو بقى هياخد كل ده علشان يعمل بيه ايه؟ نعمل سحابه جميله كده هنا، تمام؟ علشان يعمل لك حاجه اسمها فوتوسينثيس بروسيس. ازاي بقى؟ قال لك والله ده هياخد الكربون دايوكسيد مع الووتر اللي هي ال H2O، كل ده، ونحط عليه السان لايت. اتفقنا؟ طيب هيطلع لك ايه بقى؟ هيطلع لك حاجه اسمها جلوكوز، ومين تاني؟ وحاجه اسمها اكسجين جاز. طيب فين برضو اكل النباتات في الموضوع ده؟ مين؟ الجلوكوز. طب ايه الجلوكوز ده؟ الجلوكوز ده نوع من انواع الكربوهيدرات، ده سكر. اتفقنا؟ وهنعرف كمان شويه يعني ايه جلوكوز، بس سيبنا واحده واحده بس كده نمشي. اتفقنا؟ طيب نرجع لموضوعنا الاساسي. يبقى كان يعني ايه فوتوسينثيس بروسيس؟ يعني النبات يعمل اكل، يعمله ازاي؟ عن طريق ان هو ياخد كربون دايوكسيد ووتر وسان لايت، فيطلع لك جلوكوز وايه تاني؟ واكسجين. مين الجزء بقى اللي في النباتات اللي مسؤول عن العمليه دي؟ هتقول لي حاجه اسمها ايه؟ الكلوروبلاست. يجي سؤال منطقي كده، واظن انت بني ادم فاهم. هل احنا كبشر عندنا كلوروبلاست في السيل بتاعتنا؟ طبعا مستحيل. هل احنا بنعمل فوتوسينثيز؟ طبعا لا. تمام؟ فاحنا عشان احنا ما بنعملش فوتوسينثيز فاحنا ما عندناش كلوروبلاست اصلا. فانا دلوقتي جيت سالتك جيف ريزون، ايه سبب ان الانيمال سيل ما بتعملش فوتوسينثيز بروسس؟ هتقول لي والله يا مستر علشان هي ما عندهاش مين؟ عشان هي ما عندهاش كلوروبلاست. اتفقنا؟ تعال نكمل. طيب عندك بعد كده، انا لو جيت بصيت هلاقي ان في كيس ضخم كده. اتفقنا؟ الكيس ده اسمه ايه؟ اسمه فاكيول. اتفقنا؟ الفاكيول ده انا بحب اقول عليه كده بين قوسين ان هو ستورج. يعني ستورج بمعنى مخزن. تمام؟ البتاع ده بيخزن ايه؟ قال لك بيخزن اي حاجه وكل حاجه، وبص واللي يجي منك هو هيقدر يعمله. زي ايه بقى؟ قال لك والله الفاكيول ده بيقدر يخزن 3 حاجات. ده بيقدر يخزن فود، يقدر يخزن ووتر، يقدر يخزن ويستز. اتفقنا؟ يبقى انا كده لما اجي اسالك مين الجزء اللي جوه السيل اللي بيقدر يخزن لنا الاكل والميه والويستز، هتقول لي طبعا مين؟ هتقول لي حاجه اسمها السيل فاكيول. اتفقنا؟ طيب ايه تاني؟ هتلاقي في حبه
حاجات كده، بص يعني هي شبه المصاطب، هو جزء على بعضه كده. الجزء ده احنا بنسميه جولجي. اتفقنا؟ طيب الجولجي ده وظيفته ايه؟ قال لك والله ده وظيفته ان هو يعمل ترانسبورت. مش هتحتاجه قوي يعني في ايا كانت دفعتك والله يعني، بس هو بالمره بقى بيعمل ترانسبورت من فين لفين. قال لك ده بيقدر ينقل من مين لمين بقى، ياخد الحاجه من سيل يوديها لمين، يوديها لسيل تاني. اتفقنا؟ يبقى مين اللي كان بيساعدنا ان احنا ننقل؟ هتقول لي طبعا الجولجي. جميل. طيب تعال نكمل. ده انا عندي كمان في نقطه سودا كده، فاكر اللي انا كنت لسه بقول لك عليها من شويه؟ بص يا عم صلي على النبي. آه ماشي. انا لو جيت عملت كده، دي مين؟ دي النيوكليس. طيب النيوكليس ايه وظيفتها؟ هتقول لي والله النيوكليس دي مهمه جدا جدا جدا. مش انت عندك مخ؟ السل كمان عندها مخ. مين المخ بتاع السل؟ النيوكليس. النيوكليس دي هي اللي بتساعد السل تعمل كل حاجه. اتفقنا؟ سيل ديفيجن، السل عايزه تنقسم، مش هتعمل اي حاجه من غير ما ترجع لمين؟ للنيوكليس. السل عايزه تصنع بروتين، مش هتعمل اي حاجه غير لما ترجع لمين؟ غير للنيوكليس. اتفقنا؟ فهي اللي مسؤوله عن كل حاجه جوه السل. اتفقنا؟ فاحنا بنقول على النيوكليس ان هي اللي بتساعد السل على حاجه اسمها ديفيجن. نعملها بالاحمر عشان ما تتلخبطش. اهو يبقى نكتب تحتها كده كلمه ديفيجن. طبعا انت بني ادم شطور وقد الدنيا وفاكر مين الكائنات اللي ما كانش عندها نيوكليس كان اسمها ايه؟ ها؟ بروكاريوتس. جدع. واللي كان عنده نيوكليس كان اسمها يوكاريوتس. انت قد الدنيا ما شاء الله عليك. طيب تعال نكمل. احنا ناقصنا خلاص حاجات بسيطه ونقلب السلايد دي اصلا. بص يا سيدي، عندك بعد كده بقى شايف يعني حبيت الفول بس انا ما بعرفش ارسمها شويه. الجزء ده احنا بنسميه ميتوكوندريا. طيب الميتوكوندريا ده ايه وظيفته؟ قال لك والله الميتوكوندريا ده وظيفته في الحياه كلها ان هو يعمل ايه؟ يعمل انرجي. اهو بين قوسين انرجي. هو اللي بيصنع الطاقة. اتفقنا؟ يبقى أنا كده لما أجي أسألك مين الجزء اللي موجود جوه السيل اللي بيصنع الطاقة؟ هتقول لي طبعا مين؟ الميتوكوندريا. طب مين الجزء اللي جوه السيل اللي كان بيعمل الأكل للنباتات؟ بص قلت إيه؟ بيعمل الأكل، ملوش علاقة بالطاقة. تعالى نرجع كده، اللي كان بيعمل الأكل كان مين؟ كلوروبلاست. في كل الكائنات الحية ولا البلانتس بس؟ البلانت. هو يجي كده في سؤال خادع شويتين ثلاثة، تمام؟ يقوم قايل لك كده، أنت عندك دلوقتي بلانت سيل. مين اللي بيعمل الأكل؟ اللي بيعمل الاكل عن طريق الفوتوسينثيس طبعا هو مين؟ الكلوروبلاست. لكن مين اللي بيصنع لي الطاقه بقى من الاكل؟ هتقول لي طبعا مين؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي مشتركه في كل الكائنات الحيه. اتفقنا؟ وانت طبعا محتاج تقوم دلوقتي تبوس ماما وتشكرها جدا لان هي اللي مورثه لك الميتوكوندريا. بابا ما بيدكش الميتوكوندريا بتاعته، شكرا يا ماما. طيب فانا زي ما قلت لك احنا عندنا الميتوكوندريا هي اللي مسؤوله عن صناعه الايه؟ الانرجي. اتفقنا؟ طيب حاجة مهمة بقى طبعا احنا ما شفناهاش، ما خدناش بالنا منها، انت بالنسبة لك ممكن تكون ان هي مهمشة بس هي مهمة جدا طبعا. هتلاقي في فلويد او سائل موجود كده جوه السيل. السائل ده احنا يعني مهم بالنسبة لنا شوية. طيب بص يا سيدي، انا لو جيت بصيت على الليكويد او المية اللي موجودة جوه السيل انا هسميها سيتوبلازم. السيتوبلازم دي بتبقى عباره عن ميه، الميه دي طيب فيها كل الحاجات دي. يعني انا لو جيت سالتك الميتوكوندريا والكلوروبلاست والفاكيول والجولجي، فانا كل الحاجات دي موجوده فين؟ هتقول لي موجوده جوه ليكويد، الليكويد ده اسمه ايه؟ سيتوبلازم. اتفقنا؟ طيب انا لو جيت بصيت كده هلاقي ان النيوكليس الشعر بتاعها كيرلي شويه، اللي هو حبه الخيوط دي، مش الدوريه السوداء نفسها، لا الخيط اللي طالع منه ده انا بسميه اي ار. الاي ار اختصار لايه؟ بص هكتبها فوق كده، اندو بلازميك ريتيكولم. اتفقنا؟ يبقى انا لو جيت سالتك مين الشعر اللي خارج من النيوكليوس ده؟ هتقول لي حاجه اسمها اي ار. اتفقنا؟ اللي اسمها ايه بقى؟ اندوبلازميك ريتيكولم. طب الاندوبلازميك ريتيكولم وظيفتها ايه؟ قال لك والله دي وظيفتها ترانسبورت، تنقل. بس بين قوسين بقى هي بتنقل مين بس؟ بتنقل حاجه اسمها بروتين. جميل؟ دي كل المعلومات اللي انت ممكن تكون محتاجها للسيل بشكل مجمل كده. اتفقنا؟ طبعا انت حسيت ان الدنيا منعكشه ومش هتعرف تذاكر من البورد، تمام يعني.
الدنيا ابسط مما تتخيل يا باشا. اهي مدلعك والله، الشغل عالي أوي، بس انت تخلي عندك دم وتذاكر، اتفقنا؟ كل حاجه ايه. وهتلاقيني كمان كاتب لك الفانكشن، والدنيا لذيذه وتحفه وكل حاجه. طبعا دي الشكل المدور ده احنا اتفقنا ده انيمال سيل، اتفقنا. لكن الجسم الكبير قوي ده اللي هو الشكل المربع ده كان مين؟ ده كان طبعا البلانت سيل. طبعا هنا هتلاقي مفيش في الرسمه دي مفيش سيل وول ولا كلوروبلاست، لان احنا اتفقنا السيل وول والكلوروبلاست ده موجود فين؟ في البلانت سيل. جميل. لكن طبعا عشان دي انيمال ولا هتلاقي فيها سيل وول ولا هتلاقي فيها كلوروبلاست. بس انا طبعا كتبتهم لك تحت، السيل وول اهو والكلوروبلاست اهو. بص كده هتلاقيني هنا كاتب لك ايه؟ استنى، found in ايه؟ in plant cell. وهنا نفس الكلام found in ايه؟ in plant cell. طبعا انت زي الشاطر بقى تيجي كده عند كلمه سيل وول وتكتب كمان ومين؟ وبكتيريا. تصدق اللون الاخضر ده تحفه؟ نعتمده. طيب صعب لغايه دلوقتي؟ اتمنى يكون لا ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي خلاص فهمنا يعني ايه سيل، وايه الحاجات المهمه اللي موجوده جوه السيل، وازاي السيل مثلا بيدخل لها حاجات وكده. طب انا عايز اعرف بقى، يعني انا دلوقتي جيت اتكلمت معاك من شويه قلت لك ان انا كان عندي السيل ممبرين، صح كده؟ واتفقنا ان السيل ممبرين ده زيه زي البواب بالظبط. جميل. جميل. وقلت لك ان هو اللي بيتحكم في دخول وخروج مين؟ الميه. انا عايز اعرف بقى دلوقتي السيل عطشت ازاي هتقدر تسحب ميه لنفسها؟ هي دي النقطه. احنا دلوقتي عندنا في حاجه اسمها او transportation mechanism. اتفقنا؟ طيب واحد اتنين تلاتة. دلوقتي احنا عندنا حاجة اسمها طرق النقل. طيب في أكتر من كده طبعا، يعني هما حوالي 5 أو 6، بس أنا مش عايزك تعرف أكتر من 3 دلوقتي لأن دول دارجين جدا، يعني أنت أكيد سمعت عنهم قبل كده. فهم لزاز يعني ما تقلقش. احنا عندنا في 3 طرق دلوقتي ان احنا نقدر ننقل بيهم. حاجه اسمها اوزموزيس ودي انت خدتها وش، اتفقنا. حاجه تانية اسمها ديفيوجن ودي برضو انت خدتها وش. حاجه ثالثه اسمها اكتف ترانسبورت ودي انت ما سمعتش عنها قبل كده. طيب واحده واحده بقى. تعالى نبدا بالاوزموزيس. هتقول لي طب انا فضولي هيموتني واعرف يعني ايه اوزموزيس بالعربي. خمن. اوزموزيس. تمام. هو اسمه اسموزي تمام، بس يعني زدنا في دقيقنا، فانت من الحاجات اللي زي كده دي ما بنترجمهاش قوي. طيب فانا زي ما قلت لك بقى انا عندي الاوزموزيس بيحصل ازاي؟ قال لك والله دلوقتي انا عندي في فيصل في النص كده، تمام. هتلاقي غالبا بيرسموا لك منقط كده. طيب الخط المنقط ده انا بسميه ايه؟ بسميه سيمي بيرميبل ممبرين. ايوه انت سمعتها قبل كده. فاكر كان مين هو السيمي بيرميبل ممبرين؟ تعال افكرك. بص كده كان مين سيمي بيرميبل ممبرين ده؟ مين؟ ده السيل ممبرين. فاقول لك دلوقتي انت عندك ادي السيل ممبرين اهو، اللي هو السيمي بيرميبل ده، اتفقنا. وانت عندك هنا ادي السيل وادي الووتر سورس. وانا عايز الميه تتنقل من الووتر سورس للسيل. الميه هتمشي ازاي؟ قال لك والله هي هتمشي كالتالي. تعال نخمن كده. فين الميه الكتير؟ اكيد عند مصدر الميه، هنا في ووتر كتير صح؟ وهنا كميه الميه ايه؟ قليله. طيب انا دلوقتي عايز اعرف الميه بتمشي من فين لفين، ودي قاعده يا ابني ثبتها لحياتك كلها. الميه دايما بتمشي من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه ايه؟ قليله. يبقى انا دلوقتي لما اجي اسالك يعني ايه اوزموز، هتقول لي دي الووتر موفمنت، حركه الميه من فين لفين؟ من الهاي كونسنتريشن، تمام، من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ايه؟ ميه قليله. تمام. هاي كونسنتريشن اوف ووتر طبعا، مش اي حاجه ثانيه. طيب بص بقى. فانا زي ما قلت لك يبقى انا عندي هنا يعني ايه اوزموزيس؟ هتقول لي ميه كتير. استنى. نكتبها هنا ماشي. الميه بتمشي من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه ايه؟ قليله. طب هو ضحك عليك وما جابهالكش عن طريق الميه. قال لك مثلا السولز الاملاح، انا عايز اعرف الميه تمشي من المكان اللي فيه ملح عامل ازاي للمكان اللي فيه ملح عامل ازاي. بص ثبتها قاعده، الميه والملح دايما عكس بعض. بمعنى المكان اللي فيه ميه كتير هتلاقي كميه الملح ايه؟ قليله. طب تعالى نعكس، لو لقيت ان الملح كميته زادت يبقى على طول كميه الميه هي اللي ايه؟ اللي قليله. فانا دلوقتي علشان الميه تتحرك، فالميه بتتحرك دايما من المكان اللي فيه ملح قليل
للمكان اللي فيه ملح ايه؟ عالي. يبقى انا يعني ايه اوزموزيس؟ اوزموزيس دي زي ما قلت لك انا بدرس هنا مين؟ بدرس هنا حاجه اسمها ووتر موفمنت، حركه الميه. فانا من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليل. دي اول ميكانيزم. طب تاني حاجه بقى، عندك حاجه اسمها diffusion. اتفقنا؟ طيب الديفيوجن ده ايه معناه بالعربي؟ معنى كلمه diffusion بمعنى الانتشار. طيب الديفيوجن ده انا لازم اعرف مين اللي بيتنقل وهيتنقل من فين لفين. تعال بص كده، يعني احنا اتفقنا الاوزموزيس ده مين اللي بيتنقل؟ الووتر. طب انا عايز اعرف بقى الديفيوجن مين اللي بيتنقل؟ واحده واحده. انا عندي الديفيوجن ده احنا بنسميه كده دايما اصلا diffusion اوف ايه؟ اوف جازز. ماشي، انا عايز افتكر. دلوقتي انا لو جيت بصيت كده، دي البلانت ليف صح؟ دلوقتي ايه؟ النباتات مثلا بتحتاج كربون دايوكسيد صح؟ يعني انا عندي هنا كميه كربون دايوكسيد قليله، وبره هنا ده في اير، في هواء صح؟ والاير فيه كربون دايوكسيد، بس الكميه ايه؟ اكبر اكيد. انا عايز اعرف مين هينقل لمين؟ الهواء يدي للنباتات ولا النباتات اللي تدي للهواء؟ قال لك والله بيحصل كالتالي. اللي بيحصل ان الكربون دايوكسيد بيمشي من الاير يروح لمين؟ يروح للليفز. بمعنى برضه بيحصل كالتالي، بنقول ده احنا عندنا هنا الجازز بتمشي من الهاي كونسنتريشن لمين؟ تروح دايما لللو كونسنتريشن. اتفقنا؟ بس هو ده فكره الديفيوجن كله. بيحصل كده فين برضه؟ مش احنا عندنا في حاجه اسمها لانجز الرئتين؟ وانا دلوقتي بيعدي الدم عند الرئتين علشان يقدر ياخد منه اكسجين صح؟ بالدم بيبقى فيه كميه اكسجين قليله، واللانجز فيها كميات اكسجين كبيره، فبيحصل برضه نفس الكلام. الاكسجين بيمشي من المكان اللي فيه اكسجين كتير اللي هو اللانجز للمكان اللي فيه اكسجين قليل اللي هو مين؟ البلاد. اتفقنا؟ طيب تعال نكمل. تالت ميكانيزم عندك حاجه اسمها اكتيف ترانسبورت. الاكتيف ترانسبورت ده ده انا بص يعني هتلاقيني في الشرح كده كاتب لك جنبه ايه؟ ده قمه الجشع اللي في الدنيا. طيب اشمعنى يعني جشع؟ قال لك والله جزء بيحصل كالتالي. دلوقتي احنا عندنا ادي البلانت اهو. بص يا سيدي، ادي السويل اللي هي التربه، وادي البلانت. صلى على النبي. النبات ده مثلا محتاج ايرون، محتاج حديد. اتفقنا؟ طيب كميه الحديد في النبات اصلا عاليه. اتفقنا؟ والتربه دي يا عيني فقيره، فيها كميه حديد قليله. اتفقنا؟ النبات يتجشع ويقول لك ايه؟ انا هاخد الحديد ده برضه. طب يا ابني ما هو ما فيش تاني في التربه، يقول لك لا انا هاخده. طب ده انت عندك كميات كبيره، يقول لك برضه انا هاخده. فاحنا دايما بنقول على الاكتيف ترانسبورت ده دايما ان هو ايه؟ against concentration. بمعنى هو دايما بيبقى ماشي عكس التركيز. اتفقنا؟ بمعنى قال لك والله ده دايما بينقل من المكان اللي فيه كونسنتريشن قليل للمكان اللي فيه كونسنتريشن ايه؟ عالي. فانا هنا اهو تعالى نكتبها كمعلومه. انا هنا بقى العكس، انا هنا بمشي من اللو كونسنتريشن للايه؟ للهاي كونسنتريشن. اتفقنا؟ ده كله انا بسميه الميكانيزم اوف ايه؟ اوف ترانسبورتيشن، عمليات النقل. تعال نفكر تاني مره واحده كده مع بعض ونقول. يبقى انا كان عندي الاوزموزيس، انا بنقل مين؟ انا بنقل الووتر موليكيولز. اتفقنا؟ من الهاي كونسنتريشن اوف ووتر لللو كونسنتريشن اوف ووتر، المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله. طب معنى كلمه ديفيوجن، قلنا الديفيوجن ده بيتكلم على مين؟ بيتكلم عن الجازز صح؟ وانا هنا بمشي من الهاي كونسنتريشن المكان اللي فيه جازز كتير لللو كونسنتريشن المكان اللي فيه جازز قليله. طب معنى كلمة اكتف ترانسبورت قلنا ده ايه؟ ده الجشع. صح كده؟ اشمعنى؟ علشان ده بياخد الكميات القليلة اللي موجودة في التربة ويطلعها برضه في النبات عكس غصب عنه. اتفقنا؟ فبيمشي من اللو كونسنتريشن لمين؟ للهاي كونسنتريشن. اتفقنا؟ جميل. تعال نكمل. عندك بعد كده بقى نخرج بعيدا عن الجزء اللي فات ده كله بتاع السل وكده، ونبدا ندخل في جزء جديد. اتفقنا؟ الجزء ده احنا بنسميه البايوكيمستري. اتفقنا؟ ده انتجريشن، بمعنى ان انا هدخل حاجتين مع بعض كده. تمام؟ اللي هو الجزء بتاع الكيمستري مع جزء كده بيولوجي. هو لذيذ وسهل وانت سمعت عنه قبل كده، وهتلاقي ان الدنيا لطيفه جدا يعني ما تقلقش.
احنا دلوقتي بنتكلم عن جزء اسمه بايوكيمستري. اتفقنا؟ طيب صلى على النبي. احنا عندنا هنا في الجزء ده بندرس 4 حاجات. حاجه اسمها الكربوهيدرات اللي هي النشويات، حاجه اسمها بروتين اللي هي البروتينات، حاجه اسمها ليبيدز اللي هي الدهون، وحاجه اسمها النيوكليك اسيد اللي هي الماده الايه؟ الوراثيه. تمام؟ تعال نشوف بقى. صلى على النبي. تعال نبدا كده مثلا باول حاجه اللي هي مين؟ الكربوهيدرات. طيب كربوهيدرات بمعنى ايه؟ كربوهيدرات دي بمعنى نشويات. فانا طيب النشويات دي بتتكون من ايه؟ قال لك والله دي بتتكون من 3 عناصر بس، اللي هم مين؟ الكربون والهيدروجين وايه تاني؟ والاكسجين. لو انت مش عارف يعني ايه نشويات، خليني اقول لك. النشويات دي زي العيش، الرز، المكرونه، البطاطس، دي كلها احنا بنسميها نشويات. حتى تلاقي ان الحاجات دي الافتر تيست او اخر حاجه فيها كده تحس ان ايه؟ ان بقك بدا يبقى مسكر شويه كده. اتفقنا؟ عشان انت هتعرف كمان شويه ان الكربوهيدرات دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن حبه سكر كتير كده. اتفقنا؟ طيب انا عايز اعرف بقى الكربوهيدرات دي ايه وظيفتها؟ قال لك والله احنا هنا بناخد الكربوهيدرات دي، بص بالبنط العريض كده اهو، to produce energy. يبقى انا كده لما اجي اسالك ايه اهميه الكربوهيدرات في جسمنا، هتقول لي والله انا من غير الكربوهيدرات دي انا مش هنتج اي طاقه. اتفقنا؟ هتلاقي حتى علشان كده الصيام بيبقى صعب لما احنا بنوقف اكل لفترات كبيره، بتحس ان انت تعبان، بتحس ان انت مش قادر تعمل اي حاجه عشان ما دخلش جسمك نشويات وما قدرتش تصنع طاقه. اتفقنا؟ حتى تلاقي الناس اللي لما بتيجي تعمل دايت وكده وبيبدا مثلا ان هو يمنع النشويات ولا ياكل ولا عيش ولا مكرونه ولا رز، هتلاقي ان هو يا عيني مهمد جدا ومش قادر يعمل اي حاجه. طب اشمعنى؟ عشان جسمه ما قدرش يصنع مين؟ ما قدرش يصنع انرجي. اتفقنا؟ تعال نكمل. طب الكربوهيدرات او النشويات دي هل ليها انواع؟ يعني اسال نفسك سؤال كده، هل النشويات دي في منها انواع؟ هتقول لي والله يا باشا انت ادرى. اقول لك ماشي، اسمعني بقى. في 3 انواع للكربوهيدرات. اتفقنا؟ احنا عامه العيله بتاعت الكربوهيدرات كلها احنا بنسميها سكرايدز اللي هي السكريات. فانا بقوم قايل كده ان انا عندي عيله اسمها مونوسكرايدز. تمام؟ يعني ماشي، هكتبها تحتها كده بس. هي كلمة واحدة بس عشان ايه؟ ما تبوظش الشكل. هنا نكتب دايساكرايدز، هنا نكتب بولي ساكرايدز. ركز معايا بقى، سيبك بقى من معنى كلمة مونوساكرايد ودايساكرايد وبولي ساكرايد، انا عايزك بس تثبت معايا حاجة. مونو دايما هتقابلك في البايو بمعنى واحد، داي في البايو دايما بمعنى 2، بولي في البايو دايما بمعنى كتير. اتفقنا؟ يبقى تاني، يبقى انا لو قابلت كلمة مونو يبقى يقصد بيها ايه؟ واحد. داي بيقصد بيها دايما 2، بولي بيقصد بيها كتير، رقم احنا ما بنقدرش نعده. اتفقنا؟ طيب انا عندي المونوساكرايدز. يعني ايه كلمة مونوساكرايد؟ يعني هو بيتكون من ايه؟ من موليكيول واحدة. اتفقنا؟ زي مين بقى؟ ركز معايا كده. المونوساكرايدز دول زي حاجة مثلا اسمها الجلوكوز. انا سمعت الكلمة دي قبل كده من 10 دقايق مثلا. تعال افكرك. بص كده، فاكر الجلوكوز؟ مين اللي كان بيصنع الجلوكوز؟ جدع النباتات عن طريق بروسيس اسمها ايه؟ فوتوسينثيس بروسيس. كان بياخد الكربون دايوكسيد والووتر والسانلايت ويطلع الجلوكوز وايه؟ واكسجين. اتفقنا؟ فانا بقول على الجلوكوز ده ان هو سمبل شوجر. ده شوجر بيتكون من ايه؟ بيتكون من موليكيول واحده. اتفقنا؟ طب ايه تاني؟ قال لك والله ده الجلوكوز وحاجه تانية اسمها جلاكتوز. اتفقنا؟ طيب دول انا بسميهم ايه؟ بسميهم مونوساكرايدز، وحاجه كمان اسمها فراكتوز. طيب انا لازم ابقى عارف مصادر حبه سكريات معينه. يعني انا لازم ابقى عارف ان الجلوكوز ده بيبقى موجود جوه جسم الكائنات الحيه. اتفقنا؟ مثلا الفراكتوز ده اه يقول لك عليه مربع كده من اسمه فراكتوز، جاي من كلمه فروتس، فهو طبعا ده سكر الايه؟ سكر الفاكهه. اتفقنا؟ طيب عندك معنى كلمة دايسكرايد ان هو بيتكون من كام وحدة؟ من وحدتين. اتفقنا؟ زي مين؟ قال لك والله زي نوعين، زي مثلا حاجة اسمها لاكتوز، حاجة اسمها مالتوز، وحاجة اسمها سكروز.
اتفقنا؟ طيب اللاكتوز ده احنا بنقول عليه دايما ان ده سكر الايه؟ اللبن اللي هو الملك. طب المالتوز ده سكر حاجه اسمها مالت اللي هو الشعير. طب بالنسبه للسكروز ده السكر اللي احنا بنجيبه من الشوجر كين اللي هو الايه؟ قصب السكر. اتفقنا؟ طيب يعني ايه دايسكرايد برضه؟ انا ما فهمتش يعني ايه وحدتين. يعني انا مثلا لو جيت دلوقتي قلت لك مثلا السكروز ده بيتكون من ايه؟ اللي هو لو بنجيبه من قصب السكر ده هتقول لي والله ده بيتكون من حاجتين، بيتكون من وحدة جلوكوز، اتفقنا؟ ماسكة في وحدة فركتوز. بص كده كام وحدة؟ اتنين، فعشان كده سميته داي سكرايد. طب البولي سكرايد بقى زي مين؟ حاجات كتير، زي حاجة اسمها السليلوز، زي حاجة اسمها جلايكوجين، جميل؟ زي حاجة اسمها ستارش، اتفقنا؟ طيب انا عايز اعرف الوظائف. السليلوز ده عباره عن ايه؟ قال لك والله ده السكر اللي النبات بيعمل منه حاجه اسمها سيل وول، اتفقنا؟ طب بالنسبه للجلايكوجين، الجلايكوجين ده احنا بنقول عليه ان ده السكر اللي بيتخزن فين؟ قال لك والله ده السكر اللي بيتخزن في جسم الحيوانات والانسان جوه مين؟ جوه حاجه اسمها ليفر. يعني ايه ليفر؟ طبعا ليفر بمعنى الكبد. طب بالنسبه للستارش، الستارش ده اللي احنا بنقول عليه النشا، فانا ده نوع السكر بقى اللي بيتخزن فين؟ بيتخزن في النباتات في حاجه اسمها فاكيول. فاكر الفاكيول؟ هتقول لي والله ده أنا لسه سامعها من شويه. الفاكيول ده اللي هو مين؟ فاكر الجزء التخين ده اللي احنا كنا بنقول عليه الستورج اللي هو المخزن؟ طيب الفود بتاع النباتات ده احنا لسه قايلين اللي هو مين؟ كنا لسه بنقول عليه ان هو الجلوكوز، اتفقنا؟ طيب فانا زي ما قلت لك بقى النبات فاض معاه سكر كتير وهو مش عايز يرميه، فهو هيخزنه على شكل ستارش جوه مين؟ جوه الفاكيول، اتفقنا؟ طيب الستارش ده طبعا اللي هو ايه؟ انت اكيد سمعت قبل كده الستارش ده بمعنى النشا. هو عامة ممكن ما يخزنوش في الفاكيول بس، هو ممكن يخزنها كمان في السيدز اللي هي الحبوب اللي هو بينتجها او البذور. ممكن يخزنها مثلا في حاجة اسمها الموديفايد بارتس زي مثلا بقى البطاطس والبطاطا والحاجات دي كلها، اتفقنا؟ طيب ده بالنسبة للكربوهيدرات. طب الكربوهيدرات هي بتفيدنا في ايه؟ زي ما قلت لك ان احنا نصنع بيها انرجي. استنى بس، ان احنا نصنع بيها انرجي. طب الانرجي جوه جسم الكائنات الحيه ليه اسم؟ معلش ما تنساش كلمه انرجي بمعنى اي تي بي، اتفقنا؟ يعني ايه اي تي بي؟ ادينين ترايفوسفيت، اتفقنا؟ ادينوزين ترايفوسفيت، جميل. طيب الادينوزين ترايفوسفيت ده مصدر الطاقه اللي موجوده جوه جسمنا. طب انا عايز اسال سؤال بقى، مين اللي بيصنع الاي تي بي ده؟ تبقى بني ادم مفتح وقد الدنيا لو قلتها. تعالى نرجع للسل تاني. فاكر انا قلت لك احنا عندنا في مكان هو الوحيد اللي بيصنع طاقه في السل كله، هو مين؟ بص كده، الميتوكوندريا، اتفقنا؟ فانا لو جيت سالتك بقى مين اللي بيصنع انرجي او مين اللي بيعمل الاي تي بي، طبعا هتقول لي مين؟ هتقول لي والله ده مين؟ ده الميتوكوندريا اهو، حتى بين قوسين اهو، او في مربع صغنطوط اهو، اللي بيعمل كده الميتوكوندريا. تمام؟ طيب تعال نكمل. تاني حاجه اسمها بروتين. عامة قبل ما نخش في البروتين، بس لما اجي اسالك مين هو البيلدينج يونت اوف كربوهيدراتس، مين وحدة بناء الكربوهيدراتس؟ اكيد اصغر حاجة موجودة اللي هي مين؟ المونوسكرايدز، هي دي البيلدينج يونت. اي كربوهيدرات في الدنيا بيتكون من حبة ايه؟ من حبة مونوسكرايدز، اتفقنا؟ طب بالنسبة للبروتين بقى، البروتين مختلف شوية عن الكربوهيدرات. البروتين فيه حبة اليمنتس كتير قوي بتبقى موجودة هنا، اتفقنا؟ البروتين بيبقى جواه حاجة اسمها فانكشنال جروب. عامة الجزء ده كيمياء قوي فاحنا مش هنتطرق له يعني، بس هو موجود في الملزمة. يعني انا لو جبت لك كده، تمام؟ ثانية واحدة بس، يعني بص كده. آه يعني انا لو جيت بصيت على الجزئية دي كده، استنى هتحمل. ده كيمستري قوي، انت مش عايز تحفظها ما تحفظهاش يعني، مش مهمة قوي دلوقتي، اتفقنا؟ طيب تعالى نكمل. فانا زي ما قلت لك بقى احنا عندنا البروتينز دي بتتكون من حبة حاجات صغيرة قوي. الحاجات دي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها امينو اسيدز اهي.
تمام. فانا بين قوسين كده هقول لك ايه، دي البيلدنج يونت، وحده البناء. اتفقنا؟ يبقى انا عندي البروتينز، اتفقنا؟ دي عباره عن ايه؟ هتقولي والله دي عباره عن حاجات جوه الجسم متكونه من حبه ايه، امينو اسيدز. اتفقنا؟ طب البروتينز دي اصلا بتفيدنا في ايه؟ يعني ما عنديش رغي كتير هنا في البروتين، يعني هو بس كام معلومه بسيطه. البروتين زي بتفيدنا في حبه حاجات بسيطه كده. تمام. اول حاجه بتعمل جوه جسمنا حاجه اسمها انزيمز. طيب يعني ايه انزيمز؟ الانزيمز دي والله احنا بنقول عليها ان دي هنقول ايه، فاكرين كاتاليست اللي خدناه في ثالثه اعدادي؟ قلنا كاتاليست ده اللي هو ايه، العامل المساعد، صح كده؟ طيب كنا بنقول ان الكاتاليست ده هو اللي بيخلي العمليات اللي بتحصل جوه الجسم تبقى سريعه جدا. فالانزيم زيه زي الكاتاليست. اتفقنا؟ فاحنا هنيجي هنا نقول ان هو بين قوسين ده بيعمل ايه، بيعمل سبيد اب، يعني بيسرع الايه، بيسرع العمليات جوه الجسم. اتفقنا؟ طيب حاجه كمان، قال لك والله البروتين ده بيعمل لنا حاجه في جسمنا اسمها هرمونز. تمام. طبعا مش كل الهرمونات، ده حبه هرمونات معينه. اتفقنا؟ طيب فانا لما اجي اسالك بقى الهرمونات دي بتبقى عباره عن ايه، بين قوسين كده احنا بنقول ان دي مسج، دي رساله اورجان بيبعتها لاي اورجان تاني، بيقول له مثلا اعمل وظيفه معينه. اتفقنا؟ او بيقول له مثلا خلي بالك من حاجه معينه. زي ايه بقى مثلا؟ يعني احنا دلوقتي واحد جه خضك. اتفقنا؟ فاكرين طبعا القصه دي في ثالثه اعدادي، الادرينالين، واحد خضك، فالمخ بعت اشاره تمام للادرينال جلاند وقال لها ايه، قال لها ده الجسم في حاله خطر، احنا محتاجين ننبه الجسم كله. فيطلع الادرينالين ويلف على الجسم كله يعرفوا ان احنا في حاله خطر. فاحنا بنقول على الهرمون ان هي عباره عن مسج، او احنا بنقول عليه ماسنجر بمعنى رسول بينبه الجسم كله. اتفقنا؟ طيب عندك بعد كده، انا لو جيت قلت البروتينز برضو بنستخدمها في ايه، والله دي بتساعدنا على الكروس، دي بتكبر لنا المسلز، هي اللي بتبني العضلات بتاعتنا. اتفقنا؟ طيب البروتينز كمان بقى بيطلع منها يعني حبة حاجات كتيرة قوي يعني. تمام. ومنها برضو حاجة اسمها انتي بوديز، ودي ان شاء الله هتاخدها في ثالثة ثانوي. ربنا يديك كده بركة في العمر، وان شاء الله ايه افكرك بيها يعني في المستقبل ان شاء الله. الانتي بوديز دي مسؤولة عن حاجة اسمها immunity. يعني ايه immunity؟ مسؤولة عن المناعة. اتفقنا؟ طيب اللي احنا بنقول عليها الاجسام المضادة. جميل. طيب هل البروتين بقى، سؤال تسأله لنفسك كده واسيبك ترد عليا في الكومنتات وتقوله لي، هل البروتين بيصنع طاقة؟ يعني هل انا جسمي بياخد البروتين ويقدر يصنع منه في طاقة، يصنع منه طاقة في يوم من الايام؟ هسيب لك انت تعمل سيرش كده وترجع فهتلاقي يعني السؤال في الملزمة يعني، بس انت فكر كده شوية. طبعا البروتينز دي العدو اللدود لنظام الطيبات، بتعمل مشاكل الحاجات دي. ربنا يبعد عنا، ملناش دعوة بالناس دي. طيب تعالى نكمل. بص يا سيدي بقى، رقم ثلاثة، خلاص أنا قربت أخلص البارت ده عامة. حاجة اسمها إيه؟ ليبيدز. ليبيدز دي هتلاقي بتساوي كلمة كده اسمها فاتس. يعني إيه فاتس أو ليبيدز؟ الاتنين بمعنى إيه؟ بمعنى دهون. اتفقنا؟ الدهون دي موجودة في جسمنا طبعا لأسباب كتيرة. تمام. هفهمك دلوقتي هي بتيجي إزاي أصلا. بس أهم حاجة قبل ما نبدأ، الدهون دي بتتكون من إيه؟ قال لك والله دي بتتكون من حبة حاجات صغيرة اسمها فاتي أسيدز. دي البيلدينج يونت. اتفقنا؟ يبقى انا عندي الليبيدز او الفاتس بتتكون من حبه اجزاء صغيره اسمها ايه؟ اسمها فاتي اسيدز. والفاتي اسيدز دي البيلدينج يونت، دي وحده بناء الايه؟ الدهون جوه الجسم. طيب الدهون دي بتجيلي منين؟ يعني انا دلوقتي عايز اعرف الدهون اللي بتتخزن تحت جلدي واللي بتظهر في بشرتي، كل الحاجات دي بتيجي منين اصلا؟ تعالى نمشي خطوه خطوه كده. دلوقتي انت بني ادم اللهم بارك ما شاء الله عليك دبه، وبتاكل اي حاجه موجوده قدامك، عمال تاكل وخلاص، تاكل وخلاص، تاكل وخلاص. فجسمك جه بص كده على السكر، لا كتير قوي، انا مش عارف اعمل ايه بكميه الجلوكوز اللي موجوده جوه جسمي دي. تمام. والانسولين يا حبه عيني عمال يكافح علشان يقلل لك السكر ومش قادر. فانا فهو طبعا مش هيسيبك لغايه لما السكر يقتلك، فبيبدا يلجا لحل وسطي كده شويه، مش هيضرك قوي وممكن يضرك قوي انت ورزقك بقى. تمام. يبدا يعمل ازاي؟ قال لك والله بيبدا يروح عند السكن كده. اتفقنا؟ ويبدا ياخد السكر ده ويخزنه على شكل ايه، بيحول الجلوكوز بتاعنا او السكر الموجود جوه جسمنا، يحولوه لك على صورة فاتس، على شكل دهون تترسب كده تحت الايه، تحت الجلد. اتفقنا؟ ده السكن اهو.
استنى، على صورة دهون كده تبقى موجودة فين؟ تبقى موجودة تحت السكن. اتفقنا؟ يبقى انا لما اجي اسالك ايه هي الدهون دي؟ هتقول لي والله الدهون دي ده كانت عباره عن سكر كتير جدا في الجسم، والجسم ما عرفش يعمل بيه ايه، فالانسولين خده وراح رماه تحت الجلد. اتفقنا؟ طيب هل الدهون دي مهمه؟ يعني هل انا مهم ان انا يبقى عندي حبه دهون في جسمي؟ جدا، الدهون دي مهمه جدا جدا جدا. لسه قايل لك ان هي بنت 60 في 70 وخطر، بس هي مهمه طبعا. الدهون دي ده اكبر مصدر طاقه موجوده في الجسم. فانا ده عنده الهايست انرجي، تمام، ده اعلى مصدر اقدر اخد منه طاقه. اتفقنا؟ ده عنده اعلى حاجه بنسميها كالوريفيك فاليو، او معدل ايه، معدل الكالوريات اللي هو بيطلعها كبيره جدا. اتفقنا؟ عشان كده لو انت جيت بصيت، انت مثلا انت رفيع كده مثلا، تمام، ومعاك مثلا واحد صاحبك مليان شويه، وانتوا الاثنين رحتوا الجيم، هتلاقي ان هو بيقدر يرفع اوزان اكتر منك. طب اشمعنى؟ عشان جسمه بيقدر ياخد الدهون اللي هو مخزنها دي، وبيقدر يحولها على شكل ايه، على شكل انرجي، ويقدر يستفيد بيها. علشان كده هتلاقي ان انت حتى لو انت ما اكلتش فتره طويله مثلا وانت مثلا مليان حبه، مش هتتاثر، مش هتموت بسرعه. ليه؟ عشان جسمك هياخد الدهون دي ويحرقها ويطلع منها ايه، طاقه، فهو تفضل عايش يعني عادي، ما تقلقش. اتفقنا؟ طيب هل الدهون دي خطر؟ قال لك بنت 60 في 70. مش انا لسه بنقول ان هي كويسه؟ لا برضه وحشه. طب ليه؟ قال لك الدهون دي لو زادت هتزود معاك في الدم حاجه اسمها الكوليسترول. طب الكوليسترول خطر فين؟ والله بص، ده البلاد فيسل بتاعك. بلاد فيسل بمعنى اللي هي الايه، الاوعيه الدمويه، يعني شريان او وريد مثلا، ارتري او فين. طيب جه الكوليسترول بقى بدا يعمل ازاي؟ الكوليسترول ما لقاش مكان يروح، فيعمل لك ايه، ده بلاد فيسل، طب انا هترسب كده. ده بلاد فيسل، طب انا بص هقفل الحته دي كمان. طب بص اقول لك حاجه، احنا ممكن نسدها خالص. فيبدا الكوليسترول ده يترسب على البلاد فيسلز بتاعتك ويقفلها خالص، فيعمل لك حاجه اسمها ايه، يعمل لك جلطه، ودي طبعا مشكله ربنا يبعدها عنك. اتفقنا؟ عارف مين اكتر كائن بيحب الليبيدز جدا وبيعتمد عليها علشان ما يموتش؟ البولار بير، الدب القطبي ده. الدب القطبي بيقدر ان هو يخزن طبقات دهون كبيره جدا تحت الجلد بتاعه علشان ما يحسش بالسعر، عشان يفضل دفيان ويفضل جسمه نشيط كده وهو عايش في درجات حراره قليله جدا. اتفقنا؟ بس فطبعا الليبيدز كده زي ما قلت لك هي ليها دبل رول، هي كويسه ووحشه في نفس الوقت. اتفقنا؟ كويسه علشان بتدينا كميات طاقه كبيره، ووحشه علشان الكوليسترول بيسد مين؟ بيسد البلاد فيسلز. اتفقنا؟ رقم 4، بس لحظة واحدة بس عشان ايه الكاميرا هتفصل، خليك معايا. أنقذنا الكاميرا والله، يعني فاهم الكاميرا دي بعبع حياتي. فاهم أوقات كده بندمج وأنا بشرح وأفضل أشرح زي اللعبة والكاميرا أصلا ما بتصورش، بس أنا لمحتها الحمد لله إن هو جاب لي لو باتري يعني، فلحقنا البطارية بتاعت الكاميرا. تعال نكمل، سيبك من الكلام ده، ما تشغلش بالك أنت. طيب عندك رقم 4 بقى، حاجة اسمها نيوكليك أسيد. طيب النيوكليك اسيد ده جزء بقى المفروض ان احنا نقعد كده نبقى بني ادمين، والجزء ده مهم شويه، عشان ده بقى الجزء بتاع الدي ان ايه والار ان ايه اللي انا كنت بحكي لك عنه في الاول خالص، يعني الجزء اللي هو طويل شويه. طيب الدي ان ايه والار ان ايه هم عباره عن حاجه احنا بنسميها نيوكليك اسيد. اتفقنا؟ واحد فيهم هو اللي مسؤول عن حاجه اسمها الجينيتك ماتيريال، او الصفات الوراثيه اللي موجوده جوه الكائنات الحيه. طب بالنسبه للار ان ايه، الار ان ايه ده بيساعد الكائنات الحيه على ان هي تصنع بروتين. تصنع بروتين، ايوه جدع، قلناها قبل كده. مين اللي كان بيساعد الكائنات الحيه جوه السيلز ان هو يصنع بروتين؟ خلاص بس كده نرجع. فاكر حاجه اسمها الريبوزوم؟ كنت بقول لك ان ده البروتين فاكتوري. ايوه الار ان اي بقى بيروح للريبوزوم ده علشان يساعده علشان ينتج ايه، ينتج بروتين. اتفقنا؟ تعالى كده نقسم. انا عندي كده زي ما قلت لك النيوكليك اسيد بنقسمه جزئين. قبل ما نقسمه جزئين لازم نقول مين البيلدنج يونت، عشان ده زي ما اتعودت. البيلدنج يونت بتاعت النيوكليك اسيد حاجه اسمها النيوكليوتايدز. صح؟ نكتب building unit. طيب تعالى نمشي واحدة، نعمل هنا كده ونعمل هنا كده. نكتب هنا دي ان ايه ونكتب هنا ار ان ايه. طيب يبقى انا عندي النيوكليك اسيد ده عباره عن حاجتين، يا دي ان ايه يا ار ان ايه، والاثنين البيلدنج يونت بتاعتهم اسمها ايه، نيوكليوتايدز. اتفقنا؟ طيب شخبطت من غير ما اقصد.
مش في اس هنا، استنى. نيوكليوتايدز. بقالي كتير ما كتبتش على على البورد دي، فحاسس ان الموضوع كده شويه. طيب فانا زي ما قلت لك بقى، يعني ايه دي ان ايه اصلا، يعني ايه ار ان ايه، الاثنين اختصار ليه. انا لو جيت قلت لك دي ان ايه اختصار ليه، وانت تحس ان هو طلسم شويه والله بس هي سهله هتتعود. دي ان ايه اختصار لحاجه اسمها دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. يبقى دي ان ايه اختصار لايه؟ دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. طب ار ان ايه اسمها ايه؟ اسمها رايبو نيوكليك اسيد. فانا ونشد خط كده. طيب الدي ان ايه شكله عامل ازاي؟ انا لو جيت بصيت على الدي ان ايه هلاقي ان الدي ان ايه شكله عامل كده. اتفقنا؟ هلاقي ان هو عباره عن كام خيط؟ عباره عن خيطين. بص، ادي الخيط الاول وادي الخيط الثاني. فانا بقول على الدي ان ايه كالتالي، بقول عليه ان هو ده دبل ستراند. يعني ايه دبل ستراند؟ بقول ان هو عباره عن خطين. اتفقنا؟ فاحنا بندلعه كده وبنقول له انت شكلك هيليكس، شكلك حلزوني. اتفقنا؟ طب بالنسبه للار ان ايه، الار ان ايه عباره عن خيط يتيم وحيد كده. اتفقنا؟ اهو، بص ده عباره عن خيط واحد بس. فانا بقول عليه ده انت سنجل ستراندد، بمعنى انت خيط واحد بس. طب انا وصفت ده وصفت ده، عايز اعرف هنا ايه الوظيفه، وهنا ايه الوظيفه. واحده واحده. انا بقول على الدي ان ايه ان هو حاجه اسمها ده الجينيتك ماتيريال. بمعنى ده الماده الوراثيه. مش فاهم؟ مش انا لو جيت بصيت وجبت باباك كده، وربنا يديله الصحة والبركة في العمر يا رب، وجيت بصيت كده قارنت ما بينكم انت الاثنين، الاقي انه خالق الناطق انت واخد صفات كتيرة من باباك. الصفات دي اتنقلت لك ازاي بقى؟ اتنقلت لك عن طريق حاجه اسمها دي ان ايه. اتفقنا؟ يبقى انا عندي كده الدي ان ايه ده حاجه اسمها الجينيتك ماتيريال او الماده الوراثيه. طيب بالنسبه للار ان ايه، احنا لسه قايلين الار ان ايه ده بيساعدنا ان احنا نصنع مين؟ نصنع بروتين عن طريق ان هو بيروح لجزء جوه السل اسمه الرايبوزومز. بالظبط كده، انت بني ادم جدع ومركز. اتفقنا؟ طيب انا عايز اعرف بقى الدي ان ايه والار ان ايه اصلا التكوين بتاعهم عباره عن ايه؟ احنا قلنا ان هم نيوكليوتايدز صح كده؟ قال لك النيوكليوتايدز دي هتلاقي ان هي جواها حاجه اسمها نيتروجينوس بيزز. طيب ايه هي النيتروجينوس بيزز؟ تعال نشوف. نيتروجينوس، استنى نكتبها في النص عشان تبقى عارف ان دي حاجه ايه مشتركه. برضو لا انا اسف. ماشي. طيب احنا عندنا هتلاقي ان هو هنا متكون من حبه نيتروجينوس بيزز وهنا متكون من حبه نيتروجينوس بيزز. طيب النيتروجينوس بيزز هنا عباره عن حبه حروف A T C G. طب هنا A U C G. اتفقنا؟ هي نفس الحروف بس الاختلاف ما بينهم مين؟ ان هنا في T وهنا في U. ده الاختلاف ما بينهم. طب انا عايز اعرف بقى ال A دي اختصار لايه؟ ال A اختصار، استنى اجيب لون تاني علشان احس الدنيا كده هتدخل في بعض وانت ممكن تطلعوا. ماشي. انا عندي ال A اختصار لحاجه اسمها ادينين. طب ال T اختصار لحاجه اسمها ثايمين. طب ال C اختصار لحاجه اسمها سيتوزين. طب ال G اختصار لحاجه اسمها جوانين. اتفقنا؟ طب هنا طبعا نفس الاسامي بالظبط، الاي اسمها ادينين والسي اسمها سيتوزين والجي اختصار لجوانين. الحاجه الوحيده اللي مختلفه هنا ان هنا في حرف اليو. اليو ده اختصار لحاجه اسمها يوراسيل. اتفقنا؟ طب الحروف دي اصلا بتعمل ايه عشان انا ما فهمتش؟ تعالى اخليك تتخيلها كده. مش ده دي ان ايه صح كده؟ طيب انا لو جيت بصيت كده هلاقي ان هنا في
النيتروجين سبيسز اللي انا قلت لك ايه، قلت لك عليها. تعالى نعملها كلعبه كده. اتفقنا؟ واحده واحده، صلى على النبي. بص يا سيدي، انا عندي دايما كل حرفين بيحبوا بعض، تمام؟ يعني انا لو جيت بصيت على حرف الاي هو دايما بيحب حرف التي، اتفقنا؟ لو جيت بصيت على حرف السي هلاقي دايما ان هو بيحب حرف الجي، اتفقنا؟ طيب فهمت؟ يبقى انا دايما عندي الاي بيحب مين؟ استنى عشان مش بحب البورد يبقى شكلها وحش كده. الاي بيحب التي، والسي بتحب الجي، اتفقنا؟ طيب فانا لو جيت قلت لك ده انت عندك حرف تي هنا، يبقى الناحيه التانيه يمسك ايه، اتفقنا؟ طب جيت قلت لك ده عندي حرف جي هنا، يبقى هنا اللي يمسك سي. طب جيت قلت لك ده انا عندي حرف تي هنا، يبقى يمسك ايه. فهمت؟ فانا عندي لازم الحرفين، كل حرفين بيحبوا بعض يبقوا في وش بعض. يبقى الاي بيحب التي لازم يلاقي دايما في وشه تي، السي بيحب الجي لازم يلاقي دايما في وشه مين؟ لازم يلاقي دايما في وشه جي، اتفقنا؟ يبقى انا زي ما قلت لك الاي مع التي والسي مع الجي، اتفقنا؟ بس يبقى احنا كده خلصنا اول بارت، وان شاء الله يكون الشرح كان بسيط ولذيذ كده، وان شاء الله يكون مخفف عليك، اتفقنا؟ انا هنزل لك كده في الديسكربشن بتاع الفيديو، وان شاء الله هيبقى فيه فورم كده بسيط. الفورم ده هيبقى زي امتحان صغير كده عشان تقيس بس انت فهمت ولا لا، تمام؟ هيبقى مثلا حوالي 15 سؤال، ممكن يكون 12 سؤال بساط كده على معلوماتك، وفي 3 اسئله بس ايه، محتاجين تكون انت ربطت الدنيا مع بعض اكتر. فانا طبعا هتلاقي برضو في الديسكربشن بتاع الفيديو منزل لك الملزمه فور فري عشان تقدر حضرتك تذاكر والدنيا تبقى لذيذه بالنسبه لك. وانا طبعا في كل الحالات والله انا بعمل ده لوجه الله، وبص بقى ده حب مني ليك كده، ده والله يعني بنية كده تيسير ليك وليا، وان ربنا يرزقك كل اللي نفسك فيه، فهو طالع لوجه الله زي ما قلت لك بالنوايا دي. وطبعا تيسير لأهلي وكل الناس اللي أنا بحبها عشان بس مش محدش يزعل، تمام؟ فربنا يا رب يصلح حالك، وأفرح بيك كده، وأشوفك دايما يا رب في أحسن أماكن. أنا بحبك في الله، وأتمنى إن أنا أشوفك دايما يا رب في إنسان ناجح. ربنا يرزقك الفهم يا رب كده، وأشوفك في الدرجات العليا دايما يا رب. مع السلامة.